يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وطبعا مش هوصيك تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا ندخل في الفيديو على طول. ودوت الموسم التاني من مسلسل سي، ولو ما شفتش الموسم الأول هكون سايبهولك في وصف الفيديو. بس خلينا أفكرك كده بحاجة في الموسم الأول. طبعا احنا آخر حاجة شفناها في الموسم الأول إن بابا فوز خد كوفون وراح علشان يحرروا هنوا من الترامفنتس، وهما ماشيين في السكة بيقابلهم جنود ترامفنتس ولكنهم بيخلصوا عليهم وبيقتلوهم كلهم. وبعدين لما بيقربوا للمكان بابا فوز بيسيب كونفو وباريس ويقول لهم يخيموا في الغابة لمدة 7 أيام، ولو ما رجعش في المدة ديت يبقى مات ويبقى لازم يمشوا. وبيروح هو لوحده علشان يحرر هنوا. بعدين بيشوف الجنرال ايدو فوز بيكتشف الجنود بتوعه اللي ماتوا، وبيعرف ان بابا فوز هو اللي عمل كده وان هو جه علشان يحرر بنته. بابا فوز بياخد اللبس والهوية من شخص من الجنود اللي قتلهم علشان يعرف يدخل المدينة، وبالفعل بيعرف يدخل ويعدي من الحراس عن طريق حاجة اسمها عقدة تعريف، وديت زي البطاقة الشخصية عندهم يعني. وبيدخل من بوابة الترفنست الشرقية. ايدو فوز بيطلب من القائدة رين ان هي تاخد بالها من هنوا وتحرسها علشان لو حاولت تهرب. وبتعرف هنوا ساعتها من رين لما بتسألها ان ايدو يبقى اخو بابا فوز، لا باباها هي اللي هو بابا فوز يعني. وبتعرف كمان ان ايدو بقاله كتير بيدور عليه من 25 سنة وان هو عايز ينتقم منه لموت ابوه. وبتعرف سبب وجودها في المكان دوت ان ايدو بيستخدمها علشان يستدرك بابا فوز. بنشوف مجرى وكين وهم راجعين على بايا علشان يحكموا مملكتهم مع بعض، وبيكونوا بقالهم مدة كبيرة جدا في الطريق وبيوصلوا لبنسا، وديت واحدة من ولايات بايا وبيكون ليها لورد بيحكمها وهو اللورد هارنر. وبتقول له الملكة كين ان هي هتاخد القصر بتاعه علشان يبقى بيتها. مش بس كده، دي كمان هتاخد المدينة بتاعته بنسا وهتخليها العاصمة، لان العاصمة كانزو اتدمرت زي ما شفنا في الجزء الاول. بيوافق اللورد هارنر علشان ديت الملكة وما ينفعش يرفض لها طلب. وبيفرح اللورد لما بيسمع صوت الأميرة مجرى وإن هي رجعت لأن هو كان بيحبها، وأخوه بيبقى واقف وما بيعجبوش الكلام ويقول له ما ينفعش الملكة تيجي وتاخد منك المدينة والقصر كده. فبيرد عليه هارنر ويقول له ولا أنت عبيط ولا إيه؟ دي الملكة تعمل اللي هي عايزاه. بعدين لما مجرى وكين بيرتاحوا من الرحلة بيروح لهم اللورد هارنر ومعاه قائد جيش بنسا القائد غوسيت بيقدم لها الولاء والطاعة. بتستغل مجرى وجوده وبتقول له إن هي انفصلت عن أهلها في الطريق وإن هي عايزاه يدور عليهم، وبيوافق القائد. وكين ما بتعترضش لان هي وعدت مجرى ان هي هتلاقي عيلتها. ولما بتمشي مجرى مع القائد اللورد هارنر ساعتها بيتكلم مع الملكة كين، بيبقى عايز يعرف منها ايه اللي حصل بالظبط في كانزو ولكنها ما بتردش عليه وبيسيبها ويمشي. نرجع كده شوية نشوف باريس وكونفو بعد ما بابا فوز سابهم وراح علشان يجيب هنوا. بيكونوا الجنود اللي مكلفين يدوروا على هنوا وكونفو بأمر من الأميرة مجرى وصلوا لهم وبياخدوهم، لكن كونفو بيبقى مش عايز يمشي لأنه مستني بابا فوز لما يرجع. فبتقول له باريس إن هي هتستنى بابا فوز وإن هو لازم يمشي مع الجنود ويروح لأمه. تاني يوم بنشوف الملكة كين بتلقي خطبة على الشعب وبتقول لهم إن بنسا هتبقى العاصمة الجديدة لمملكة بايا بعد ما كانزو اتدمرت. مش بس كده، دي كمان بتقول لهم ان شعب التنفستس وجيوشهم هم اللي دمروا السد والعاصمة كانزو، وديت مصيبة يا صاحبي وكارثة كبيرة جدا لان هي كده بتعلن الحرب على شعب الترنفنتس. وقالت لهم كمان ان هي في وقت قريب جدا هتولد طفل وهيكون قادر ان هو يشوف. وبتخلص خطبتها مع الشعب وبتقول لها مجرى انت ازاي حامل بطفل مبصر اصلا وعرفتي ازاي؟ قالت لها كين ان هي حامل من بوتس، لكن ديت مش مشكلة مجرى، مشكلتها ان اختها دخلتهم في حرب مع الجيش الاقوى في الوقت دوت واللي هو جيش التنفتس بدون اي سبب. نرجع بقى لبابا فوز بعد لما دخل المدينة. بابا فوز اصلا كان عايش في المدينة ديت زمان، فبيروح على حداد المدينة اللي هو كان صديقه وقال له بابا فوز ان هو راجع علشان ايده حبس بنته هنا. فبيقول له الحداد ان هو اكيد حابسها في مكان اسمه السكنتات 3 ان هو يحاول يخليه يوصل لهناك. فبياخد الحداد بابا فوز وبيخليه ينزل في انبوبة كده بتوصله لنفق كبير تحت الارض فيه عمال، وقال له على عامل تحت هتدفع له فلوس وهياخدك لطريق يوصلك للسنكات 3. ووراه العامل المكان اللي هيوصل منه، ولكنه بيكون في نفق تاني بس بيكون مليان فحم كتير مولع وسخن بشكل مش طبيعي، لكن بابا فوز بيمشي فيه لحد لما لقى مخرج. ولكن العامل اللي وراه الطريق بيكون عامله فخ علشان يسلمه وياخد المكافأة، ولكن بابا فوز قتله هو وكل اللي معاه. ولما طلع بره كان جيش الترنفنتس عرفوا بوجود بابا فوز وبيضرب فيهم كلهم، ولكن هما بيمسكوه بسبب طفل صغير كان بيشوف وكان بيقول لهم بابا فوز بيتحرك فين وازاي، وبيمسكوه. وبيجيله بعد شوية اخوه ايدو فوز وبيقول له ازيك يا اخويا، ده انا بقالي سنين كتير جدا مستنيك علشان اخد طار ابونا اللي انت قتلته. وبيسيبوا ايده للجنود تعذبه وبيمشي.
هنوة كانت محبوسة بقالها مدة كبيرة جدا، وإيدو راح يطمن عليها وبعدين سابها مع القائد رينو ومشى. وهنوة شكت في رينو وفي تحركاته وأفعاله، وبعدين عرفت إنها بتشوف. هددتها هنوة وقالت لها مشيني من هنا ولا هقول لكل الناس إنك بتشوفي. ولكن رين بتقول لها إن محدش هيصدقك، ويكدب قائدة مخلصة ليهم وللجيش. وبعدين بعد شوية رين بتكون ارتاحت لهنوة وشافت إن هي طيبة وعلى نيتها، وبتحررها من القيود وبتاخدها معاها للبيت اللي هي بتحب تقعد فيه. وكان بيتها جميل زي بيوت الناس بتاعت زمان اللي كانوا مبصرين. وفرحت هنوة والاتنين بقى اصحاب وبدأوا يتكلموا مع بعض. وتاني يوم اخدتها رين تاني علشان تحطها في الحجز، ووعدتها ان هي هتعمل كل اللي هتقدر عليه علشان تحميها. لكن وهم في الطريق بتشوف هنوة طفل مبصر مع الجنود بيدربوه. بتقول لها رين ان دوت ابن جرمالير، وان ايده متفق مع جرمالير ان هو ياخد منه طفل علشان يدربه معاه في الجيش ويساعده. وجرمالير موافق على الكلام دوت عادي، ما هو راجل زبالة بقى. بابا فوز بيكون بقاله اكتر من يوم الجنود بيجلدوه ويعذبوه، فبياخده علشان يحطوه في الزنزانة. بيطلع مين بقى في الزنزانة اللي جنبه؟ تكمكاتي جون. ايوه هو بيطلع ما ماتش، وبيقول لبابا فوز ان ماجرا لسه عايشة، وان الملكة كين حاولت تقتله علشان كان عايز يخلي ماجرا ملكة. وبيقول كمان ان جنود الترفنست لحقوه قبل لما يموت وجابوه على هنا. وتكمكاتي قال له لو طلعوا من هنا هيوديه المجرى بنفسه. وبيجي الجنرال ايدو فوس بياخد بابا فوس ويحطه في قفص قدام شعب ترفنست، وبيقول له انا جبت لك بنتك تسمع صوتها علشان تبقى اخر مرة تشوفها قبل لما بعتها تخدم المملكة. وبيكون قصده هنا ان هو هيخليها آلة بتخلف وبس علشان يعمل جيش من المبصرين. وبيقول للجنود ياخدوا بابا فوس يلفوا بيه المدينة كلها بالقفص، وبياخدوا هنوة على بيته. طبعا رين لما بتسمع الكلام بتاع ايدو دوت بتخاف على هنوة جدا، وخصوصا ان هي طلبت من الجنرال ايدو يخلي هنوة معاها ولكنه بيرفض. فبتروح رين علشان تحرر بابا فوس وبتضرب الحراس اللي هناك، وبتحرر بابا فوس علشان يلحقوا هنوة من الجريمة اللي هتتعمل فيها. لكن تكمكاتي جون بيشبط فيهم زي العيل الصغير، ولكن رين ما بتبقاش موافقة. ولكن بابا فوس بيقنعها وبيطلع معاهم من الزنزانة علشان يساعدهم، وكمان علشان يعرف يوصلهم لمجرى. وطلعوا بره قعدوا يقتلوا في كل الجنود اللي قابلوهم. ايدو ساعتها جاب جندي من جنوده علشان يخلي هنوة تحمل، ولكن في الوقت دوت رين بتكون وصلت لهنوة وبتلحقها بسرعة وبتقتل الجندي دوت. بابا وايدو بيتقابلوا بره وبيقعدوا يضربوا في بعض. بيبقى خلاص ايدو هيقتل بابا، لكن هنوة بتوصل لهم وبتضرب ايدو وبتاخد بابا وبتمشي. ولكن ايدو مش بيسكت ويسيبهم يهربوا، لا ده بيشغل انذار علشان الجنود يعرفوا ان بابا بيحاول يهرب. وهم طالعين هنوة شافت تكمكاتي جون علشان كانت فاكرة ان هو قتل امها، لكن بابا فوز بيوقفها وبيقول لها ان هو هيوصلهم لمجرى. وهربوا من المدينة وقفلت رين باب المدينة وراهم علشان محدش من الجنود يلحقهم. بعد ما مشى بابا فوز وراح مع هنوة وتكمكاتي جون، لكنه ملاقيش ولا كونفو ولا حتى باريس. لكن تكمكاتي جون عرف ان صياد السحر هم اللي اخدوهم من تفكي اثارهم، وكونفو كمان كان سايب لهم علامة على ان هم اخدوه، خصوصا علشان دوت مكان تجار رقيق. وبيظهروا فجأة بيبقوا عايزين ياخدوا هنوة وبيتخانقوا مع بعض، لكن بابا وتكمكاتي بيبقوا ضعاف جدا من الطريق، وخصوصا بابا فوس من التعذيب اللي اتعرض له. لكن فجأة كده ومرة واحدة طلعت شوية بنات بيحاربوا بأحبال، وبيخاف بابا فوس لأنه مش عارف مين دول، ولكنه بيرتاح وباله بيهدى لما لقى باريس معاهم. وباريس قالت لهم ان كونفو راح على بنسا علشان امه هناك، والرجالة بتوع الملكة هم اللي اخدوه. وبتقول لهم انا لقوني قبيلة البوصلة. فبتسألها هنوة ايه قبيلة البوصلة ديت؟ قالت لها باريس والبنات اللي معاهم ان زمان كان في انجبت طفل مبصر، لما اهل القرية عرفوا حرقوها هي وابنها. ومن بعد كده تكونت مجموعة البوصلة، مهمتهم ان هم اقسموا يحموا الاطفال المبصرين من الناس ديت. والمفاجأة ان باريس بتطلع كانت واحدة منهم، وان هي زمان اتكلفت بحماية طفل مبصر لحد لما يكبر، ولكنها ما قدرتش لانه هرب. وهي هربت لان هي خذلت جماعة البوصلة. والولد دوت هو جرماجيل. بعد لما كبر لقى باريس وكانت مجرى لسه حامل في الطفلين، وصاها على الطفلين وطلق مجرى ومشى. وهي بصفتها من البوصلة فلازم تحميهم علشان هم مبصرين، وناموا بقى علشان يرتاحوا. وبابا بيكون تعبان ومرهق جدا، فبتسأله هنا انت ليه ما قتلتش ايده؟ قال لها ان هو صعب عليه ان هو يقتل ايده، وان هو زمان هو صغير ابوه طلب منه ان هو يقتل ايده علشان امه ماتت وهي بتولده. لكن بابا فوز بياخد قرار ان هو ما يقتلش ايده ويقتل ابوه. نرجع بقى نشوف الملكة كينو والاميرة مجرى. بنشوف الملكة ماسكة الخادمة بتاعتها وبتقتل فيها، فدخل عليها بوتس وقال لها انت بتعملي كده ليه؟ قالت له علشان هي قالت لي انك فقدت الطفل. قال لها بوتس ان هو هيخليها تخلف طفل تاني. اللورد هارلين بقى بيروح للملكة وبيقول لها ان في شخص هيدخل دلوقتي ما تعمليش صوت علشان ما يحسش بوجودك. بيكون الشخص دوت هو حارس القصر في كنزو اللي غرقت. وبيقول له اللورد هارلين ايه اللي حصل في كنزو، وراح قال له ان هو ما فيش اي جيش هجم عليهم، ان في حد معين هو اللي فجر السد، والحد دوت هو الملكة، لان كل الوزراء ساعتها اتفقوا ان هم هيقتلوها. وبعد لما بيسمع اللورد هارلين الكلام دوت بيقتله وبيقطع لسانه وبيديه للملكة، وقال لها ان هو لازم تتجوزه علشان يسيطر على الوضع في المدينة قبل لما يقتلوك انت واختك.
فقالت له كين انت هتتجوز اختي؟ راحت كين لمجرى وقالت لها ان الحراس مسكوا كونفو وهيجيبوه، لكن لسه بيدوروا على هنوة. بتقول لها ان هي لازم تتجوز اللورد هانر لان في ناس كتير نجت من انفجار السد في كانزو، وان الوضع مش امان، وانك لازم تتجوزي اللورد هانر لان هو اللي هيسكت الناس. لكن مجرى بتسيبها وبتمشي. ايده فوز بيبقى خف من الاسهم اللي ضربته بيها هنوة، وبيبقى هيتجنن ويعرف مين اللي ساعد بابا فوس على الهروب. مين بتقول له ان هي استجوبت الكل ومحدش عارف. بيقول لها بس انا اعرف، وراح على بيت جرماجيل. ساعتها كان جرماجيل ضايع ولا عارف يمشي ولا عارف يعمل اي حاجه من ساعه لما بابا فوس فقع له عينه. ولما ايده بيروح له بيتهمه ان هو اللي ساعد بابا فوس يهرب، لكن جرماجيل بيقول له ان بابا فوس كان عنده قبل لما يروح له وقتل الحراس واخد كونفو، فايه اللي هيخليني اساعده. ايده بيستغرب ان بابا فوس ساب جرماجيل عايش، بس بيعرف ان هو فقع له عينه وان جرماجيل ما بقاش بيشوفه كده، وجرماجيل ما بقاش ليه لازمه عند ايده، فبيقتله ومشى ايده. بس قبل لما يمشي ساب واحد من الحراس بتوعه واسمه ترمادو، وقال لابن جرماجيل انت واخواتك هتبقوا تشتغلوا تحته. فعلا ما بيضيعوش وقت، وتاني يوم على طول بيتجوزوا. لكن قبل ما رسم الجواز على طول بيوصل كونفو، بيبقى شايف المدينه فاضيه جدا. توت ساعتها بيروح يسأل الحراس عن السبب، فبيعرف ان الاميره ماجرا واللورد هانر هيتجوزوا النهارده. فبيقول له كونفو ان امك هتتجوز النهارده علشان كده البلد فاضيه، علشان يحضروا للحفله. كونفو راح جري للقصر على امه واخدوا بعض بالحضن، ومبقاش مصدق ان هي هتتجوز. فبيقول لها انت ازاي هتتجوزي وانت متجوزه بابا فوس؟ فقالت له اقعد هنا وانا هفهمك كل حاجه بعدين، بس خليك عارف انا اللي بعمل كل ده علشان احميك انت واختك. ونزلت مجرى وراحت حفل الجواز، وكان واقف كونفو بعيد شايف امه بتتجوز وزعلان جدا. بعدين لما بيخلص الفرح مجرى قالت لهارن ان بنتها هنوة محبوسه في ترفانتي وان هي عايزاها طبعا، وهارن ما بيقدرش يرفض لها طلب، فاخدها وراح لاخوه كرغين وقال له انا عارف انك بتهرب بضاعة للترفنتين وانا عايزك تهرب هنوة بنت مجرى من هناك. وكرين كان شايف الموضوع صعب ولكن وافق. بعد كده بنشوف بعدها بابا فوس وهنوة وتكماكاتي وباريس بيكملوا طريقهم لبنسا، ولكن بعد فترة من مشيهم بيكون بابا فوس تعبان جدا وما بيقدرش يكمل. قالت له باريس ان هم قريبين جدا من قبيلة فالير وان عندهم طبيب وممكن يقبلونا كضيوف عندهم لحد لما انت تخف. وبيروحوا القرية، ولكن تكماكاتي جون مش بيوافق يدخل معاهم لانه بيبقى قتل ناس كتير جدا من القرية، ولو دخل جوه هيخلصوا عليه، وبيستناهم وبيخيم بره بعيد عن القرية بشوية. ولما بيدخلوا القرية بتستقبلهم بو اللي آخر مرة شفناها في الموسم الأول لما اتصابت وصابوها في القرية علشان تتعالج، وبتكون خفت. وبتبدأ هي وأهل القرية يعالجوا بابا فوس. بيستضيفهم زعيم القرية على العشاء. تكماكاتي جون كان قاعد بره لوحده حزين وبيفتكر الناس اللي قتلهم وضميره كان مأنبه جامد، فبياخد بعضه وبيروح المكان اللي متجمعين فيه أهل القرية ولسه هيقول لهم أنا أهو تعالوا اقتلوني، لكن بابا فوس بياخده قبل لما ينطق بأي كلمة وخده بره قبل ما حد يحس بيه، وقال له أنت مدين ليا إنك تساعدني أوصل لمجرى وبعدها أبقى أموت زي ما أنت عايز. بو ساعتها بتكون عرفت بوجود تكماكاتي فبتروح في الخباثة كده علشان تقتله، لكن باريس بتمنعها وبتقول لها أنا عارفة إن هو قتل قوم الكيني أهلنا وقتل ناس كتير من فالير وغيرهم كتير كمان، ولكن إحنا عايزينه علشان يوصلنا لمجرى. وبتقول لها أيوه لازم تاخدوه وتمشوا من هنا وإلا عرف أهل القرية. وفعلا بياخدوا بعضهم يكملوا طريقهم لبنسا. بنشوف الملكة كين بتتكلم مع حكام مملكة بايا وبيحضروا جنود من كل مدن المملكة علشان يبدأوا الحرب مع ترنفنتس، وبتاخدهم مجرى وتقول لهم إن ترنفنتس عرضوا علينا معاهدة سلام إن هما مش عايزين الموضوع دوت يوصل لحرب، فايه رأيك لو نحل الموضوع دوت ودي من غير حرب؟ فقالت لها كين انا موافقة، ولكن انت اللي هتحضري المفاوضات مكاني. مش بس كده لا، ده كمان لازم يقدموا اعتذار رسمي وتعويضات عن اللي حصل في كانزو. وبفوز بيوصل هو واللي معاه بنسا، وتكماكاتي جون بيسيبهم بيقول لهم ان هو اول لما هيجمع الجنود بتوع الاوفياء ليه واول حد بيوصل له هو توت. بيروحوا بابا فوز وهنوى للقصر ويضربوا الحراس وقعدوا ينادوا على مجرى. اتصدمت مجرى وفرحت جدا لما لقيتهم وصلوا لها واخدتهم كلهم بالحضن. وهنا لورد هانر بوظ عليهم اللحظه الجميله ديت وبدا يستفز بابا فوز ويقول له ان هو بقى جوز مراته. وجات الملكه كين وهي فرحانه علشان اختها اخيرا اتجمعت مع اسرتها واخدتهم كلهم علشان يتعشوا مع بعض، وقعدت بقى تستفزهم وخصوصا بابا فوز علشان يعني هانر متجوز مراته وكده. وبابا فوز بيتعصب جدا، ولكن مجرى بتهديه وبتقول الملكه كين لمجرى ان هي تاني يوم هتروح علشان تحضر معاهده السلام والتفاوض مع الترفنست. ولكن بابا قال لهم ترنفنتي مستحيل تعمل معاكم معاهدة سلام وان دوت مش اسلوبهم، وهم دلوقتي في حرب مع غنيت في الغرب وهيعملوا معاكم معاهدة سلام علشان يكسبوا شوية وقت مش اكتر. لكن الملكة كين مش بيبقى هممها كلامه وبتصر ان مجرى تروح، فبيسيبهم بابا فوسه وبيمشي يروح غرفة مجرى يستناها هناك. ولما مجرى بتروح له الغرفة بتبدأ تشرح له وتفهمه كل حاجة من أول لما الحرب لحد جوازها من اللورد هانر. فقال لها بابا فوس ما تسيبك من الكلام دوت يا بنت الناس وتيجي ناخد
ناخد ولادنا ونمشي من هنا ونروح نعيش في الجبال مع بعض، وزي لما حميتكم 17 سنة أعرف أحميكم لحد لما أموت. بتقوله مجرى إن هي لو هربت كين مش هيسيبها، وكمان أبوها قبل لما يموت وصاها على الشعب وإن هي تحميه من أختها، وإنها لو مشيت مش هيبقى فيه معاهدة السلام ولا أي حاجة، وناس كتير هتموت من غير سبب، وإن هي لازم تقعد علشان تمنع دوت يحصل. وبيقتنع بابا فوز بالكلام وبيقولها إن هو هيساعدها في كل حاجة هتعملها. بيروح توت برسالة ويديها لباريس وبيطلب منها ان هي تديها المجرى. بتبقى رسالة من تكمكاتي جون ان هو عايز يقابل مجرى، وبتروح مجرى تقابله وبتفرح جدا لما بتعرف ان هو لسه عايش. قالها تكمكاتي ان هو بيجمع كل الجنود بتوعه وان ولاهم كلهم ليه، وقالت له مجرى ان هارن كمان معانا وكل جنود بنسا ولاهم لهارن قبل لما يكون للملكة. بتعرفوا ان هي هتروح تعمل معاهدة السلام مع ترنفتس، ولكن رأيه بيبقى من رأي بابا فوس وإن ترنفتس مش هيعملوا معاهم معاهدة سلام، ولكنها بتبقى مصرة وبتقول لهم إن هي كده كده هتروح. بالليل بقى حد من الجنود بيروح للورد هانر وبيديله شنطة وبيقول له إن هما لاقيهم متعلقة على الحصان بتاع أخوه، ولما بيفتحها بيلاقي فيها راس أخوه بعد لما ترنفتس قتلوه. وبيقعد يصرخ لحد لما مجرى بتسمعه وراحت له وقعدوا جنبه يهدوه ويتأسفوا له لأن دوت حصل بسببها. تاني يوم بيروح هارنر ومجرى وبابا فوس وشوية جنود علشان يروحوا للمكان اللي هتقام فيه المفاوضات، وبنشوف باريس وبتصحى من النوم مخضوضة بتيجي هنا علشان تطمن عليها، فبتقول لها باريس ان هي شافت رؤية او نبوءة ان هو هيبقى فيه خيانة في المفاوضات. هنا سمعت الكلام دوت هنا واخدت بعضها وركبت الحصان وراحت على مكان المفاوضات علشان تحذر بابا فوس ومجرى. وعلى الناحية التانية الجنرال ايدو فوس بيبقى مش حابب فكرة المعاهدة اصلا، فبيبعت النقيبة بتاعته رين علشان تحضر هي المفاوضات بدلا منه علشان لو كمان المفاوضات باظت محدش يقول ان هو اللي بوظها. وراحت رين على المكان ومعاها وفد ترامفنت، وبعد شوية وصلت مجرى وهانر وبابا فوس وبيتفقوا مع بعض ان هما هيخيموا في مكان، ولكن بيتفتشوا كلهم علشان محدش يبقى معاه اي اسلحة. وهنا وصلت هنوة وقالت لمجرى وبابا فوس على الرؤية اللي باريس شافتها، وبابا فوس بيبقى واثق من رؤية باريس، لكن بيقول ان هما لازم يفضلوا علشان لو مشيوا دلوقتي هتبقى حركة مش جدعانة وكده هما يعلنوا الحرب. فبيدخلوا كلهم الخيمة علشان يبدأوا مفاوضات، وبتقول لهم مجرى ان الملكة كين عايزة تعمل معاكم معاهدة السلام لكن بشرط انكم تعتذروا على اللي عملتوه في كنزو. فبيقول لها ازاي نعتذر على حاجة ما عملناهاش اصلا، لكن احنا ممكن نعتذر على قطع راس كرينغ اخو هارنر. وهارنر سمع الكلمتين دول ودمه غلى وتعصب جدا وراح ضارب القادة بتاعة الترنفنست وكان هيقتلها، ولكن بيخلصوهم من بعض وفشلت المفاوضات. وهنا مجرى وبابا فوس قعدوا يتهموا هارنر ان المفاوضات فشلت بسببه، لكن هارنر بيقول لهم ان هاخدكم لواحد من وفد الترنفست اللي انا على علاقه شخصيه بيه ونحاول نحل ونعمل مفاوضه تاني. وراحوا للراجل دوت وطلع فعلا علاقته كويسه جدا بهارنر، وقالت له مجرى انا عارفه ان الترنفست ما عملوش حاجه في كنزو ولا فجروا السد ولا اي حاجه، وان اختها الملكه كين هي اللي عملت كده علشان هي مجنونه، وكمان بتقول ان الوضع دوت مش هيستمر كتير وبمجرد لما نرجع بنسى اعزلها وهبقى انا الملكه. فوافقوا بقى على المعاهده علشان نمنع الحرب وانتوا قدموا اعتذار، وانا لما ابقى الملكه هنكر الاعتذار دوت بشكل رسمي وهقول للناس الحقيقه. وبيوافق على كلام مجرى علشان يمنع حدوث حرب. وقعدوا تاني يوم مع بعض مره تانيه واتفقوا على معاهده السلام هتتم. ومش بس كده، مملكه ترفانتي هتقدم اعتذار رسمي على اللي حصل في كنزو، وخلصوا القعده وخلاص هيخيموا في نفس المكان الليله ديت. وبالليل بيبقى الكل نايم ما عدا الحراس، وبيدخل 2 من الجنود وبيقتلوا كل الحراس وبيقتلوا في الناس، ولكن بابا فوز بيسمع صوتهم وبيحذر الناس علشان يصحوا. ولكن واحد من الجنود بيكون دخل للخيمه اللي فيها السفير وقادة الجيش بتاع الترفانتي وبيقتلهم، وبابا فوز خلص على الجنود دول. ولكن بعد فوات الاوان ورين بيكون هي الوحيده اللي نجت من المذبحه ديت وبتهرب بسرعه على ترفانتي. وهنا بيكون خلاص الاتنين في حاله حرب. مجرى بتعرف من ايد الجنود ان هما من بايا وان اختها هي اللي بعتتهم علشان يعملوا كده والمفاوضه تفشل ويدخلوا في حرب، وده اللي هي عايزاه. وبتاخد مجرى بابا فوس وهارنر ويرجعوا على بنسا علشان يجهزوا للحرب. في الوقت دوت رين بتكون وصلت لايده فوس وبتقول على اللي حصل، وبيستغرب ان هي الوحيده اللي فضلت عايشه. ورين بتعترف ان هي بتشوف. تاني يوم بيبقوا قاعدين كلهم مع مجلس المملكه بيخططوا للحرب بعد لما فشلت المفاوضه، وكل حكام مملكه بايا بيكونوا وقعوا على وثيقه ان هم موافقين على الحرب. لكن مجرى بيبقى عندها مفاجاه من تكمكاتي جون. ايوه يا عزيزي، هو ما بيكونش مات، وبيقول للملكه كين ان الجيش بتاعه هو جيش صائدي الصحراء مش هيحارب تاني للملكه، وان ولاتك مكاتي جون بس المجرى. وبيحصل زي انقلاب كده على الملكه كين، وكل حكام مدن المملكه بيبقوا موافقين ان مجرى هي اللي هتبقى الملكه، خصوصا لما تكمكاتي بيقول لهم ان كين هي اللي دمرت كنزو وفجرت السد وقتلت كل اهلنا هناك، وكمان هي السبب في الحرب ديت.
وحكم على كين ان هي تموت، ولسه تكمكاتي جون هيموتها. باريس بتوقفه وبتقول للناس اللي واقفين ان الملكة حامل وان طفلها ملهوش ذنب يموت بسببها، وبيحبسوها في القصر علشان لما تولد طفلها يقتلوها. وفجأة بيسمعوا صوت صفارات الجيش، بيعرفوا ان الجيش التنفيذي استولى على مدينة ودافيل، وده بيكون ايده استخدم بصر رين في ان هم يوصلوا للمدينة قبل الموعد المتوقع بأيام، وبيستولى على المدينة من غير اي خسائر. مجرى وبابا فوس والمجلس بيبقوا مستغربين من سرعة وصول الترفنتي، فقالت لهم هنوى ان معاهم جنود مبصرين وممكن انا وكوفون نشارك ونحارب معاكم، ودوت هيكون مميز، يعني هنبقى زينا زيهم. لكن مجرى وبابا فوس رفضوا، ولكن المجلس وهنوى وكونفو بيبقوا مصرين، وهنوى بتوافق بعد لما بتقنع بابا فوس ان هو كمان يوافق بصعوبة. وبتروح مجرى تجهز نفسها علشان تنزل تحارب مع الجيش، لكن تكمكاتي جون بيرفض ان هي تحارب علشان لو الترفنتي عرفوا بوجودها في الحرب هيركزوا معاها ويحاولوا يقتلوها. فبتوافق على كلام تكمكاتي وما بتروحش الحرب، وبتروح تخاطب الجنود وتحفزهم. وبعدين بيمشي الجيش ويطلع من بنسا علشان يروح الحرب بقيادة تكمكاتي جون وبابا فوس. وبتفضل الملكة واللورد هانر في القصر ومعاهم شوية جنود علشان يحموهم. بالليل ايدو فوس بيبعت 2 جنود من عنده للقصر في بنسا عند الملكة، ويتسللوا للقصر ويقتلوا الحراس ويروح علشان يقتلوا مجرى، ولكنها بتقتلهم وهانر بيساعدها، ولكنه بيتصاب إصابة خطيرة جدا. ولكن مجرى بتنده الطبيب علشان تعالج هانر. وصل بابا فوس وتكمكاتي مع الجيش لمكان اسمه جارهنر، وبدأوا يستعدوا ويجهزوا للحرب. وبعد شوية بيوصل كمان جيش التنفنتي بقيادة الجنرال ايدو فوس. عرف وقتها تكمكاتي جون ان جيش التنفنتي اكبر واقوى بكتير جدا من جيشهم. بنشوف هنوى في الوقت دوت رين، فبتروح جارية عليه علشان تقول لها ان الخيانة اللي حصلت في المعاهدة كانت من الملكة كين، وهم ما كانوش يعرفوا عنها حاجة، وان هي دلوقتي محبوسة. وطبعا رين كانت عايزة تساعدها وتحاول توقف الحرب، لكن ايدو بيدي امر للجنود ويبدأوا الحرب. لكن ايدو بيأمر الجنود ان هم يبدأوا الحرب. دخل بابا فوس والجيش بسرعة للحصن وقفلوا وراهم، وإيدو دخل بجيشه علشان يهدم المدينة باللي فيها. وبدأ الجنود بتوعه يفتحوا باب الحصن. على الناحية التانية بابا فوس لما الجنود كلهم خايفين بدأ يحمس فيهم، وخصوصا لما جت باريس وتود ومعاهم كل القبائل اللي بتحب بابا فوس بما فيهم فالير واللي معاهم بو، وكان عدد القبائل والجنود بتاعتهم كتيرة جدا. وبابا فوس فتح الباب بتاع الحصن، وقف هو وتكمكاتي وكونفو في الأول يقتلوا الجنود اللي بتخش من الباب أول بأول، وهنوى شغالة بالأسهم. والجيش بتاع إيدو كان معاهم الطفل اللي بيشوف، وبدأ يقول لهم على مكان الجنود التانيين، وقع منهم كتير جدا. وهنا بدأ بابا فوس يشغل الأفخاخ اللي كان عاملها هو وتكمكاتي. أولها كانت رفع عملاقة وقعت حبة جنود حلوين، والواد اللي بيشوف كوفون وقع على الأرض. بابا فوس وتكمكاتي بدأوا يستدرجوا الجنود لفخ تاني في ممر ضيق كان فيه أكياس عملاقة مليانة زيت، ووقعوا الأكياس ديت على الأرض، والزيت اتكب على الأرض وراحوا مولعين نار وحرقوا كل الجنود اللي دخلوا وراهم. وإيدو فوس كان عمال يقتل في الجنود بكل شراسة، وكوفن وتود بيقتلوا في جنود الترفنتس، لكن تود مات للأسف. وكونفو زعل عليه جدا لأنه كان بيعلمه ازاي يقتل. بابا فوس وتكمكاتي بيدخلوا جوه المدينة أكتر علشان يجذبوا الجنود معاهم لحد لما وصلوا المكان مقفول وكل تلج. وراح بابا فوس منزل حجارة كبيرة جدا كسرت التلج دوت، وراحت بو نفخة في بوق كده. كان في جنود واقفين فوق نزلوا أحبال علشان بابا يطلع عليها، وطلع بابا وتكمكاتي والجنود وغرق كل جنود الترفنتس اللي كانوا في المكان. ورين كمان كانت بتغرق ولكنها طلعت بتعرف تعوم، وخد ايده باقي الجنود ومشوا بعد لما اتهزموا. وكسب بابا فوس وكل اللي معاه الحرب، واللي كان باقي من جنود الترفنست كان اتأثر ومعاهم رين، فبتروح هنوى تحررها. على ناحية تانية بابا فوس بيطلع لجسر بره في المدينة وبيقابل ايده، وبيقفوا يتكلموا شوية وبيبدأوا القتال من غير أسلحة، وضربة من ده على ضربة من ده. بيقع بابا فوس على الأرض وبياخد ايده السيف وبيقتل بابا فوس، ولكن بابا فوس بيمسكه وكان هيقتله ولكن ما بيرضاش وبيسيبه يمشي، ولكن ايده بيلحقوا يعوره بالسيف، فبابا فوس بيقتله من غير ما يقصد وبيزعل جدا ان هو قتله وبس، وبيموت ايده فوس. وخدوا بعضهم بقى والجيش ورجعوا على بنسا، واخدتهم الملكة مجرى بالحضن. وبعد شوية بدأت تخاطب الجيش وقالت لهم من النهاردة مفيش حاجة اسمها صعيدي صحراء تاني، وانكم كلكم هتبقوا في الجيش بتاع المملكة برتب عالية، كمان ظباط في الحرس الملكي. وراحت مرقية تكمكاتي جون برتبة عالية جدا، وقالت له ان هو بقى قائد الاعلى للجيش. ولكن واحد من صعيدي الصحراء اسمه فريك مش بيوافق على الكلام دوت وبياخد اتباعه وبيمشي من المملكة. بابا فوس ساعتها بيحس ان خلاص ولاده بقوا قادرين ان هم يحموا نفسهم، ومجرى خلاص بقت ملكة، فبياخد بعضه وبيمشي من بنسا. ولما بتصحى مجرى تاني يوم ما بتلاقوهوش، فزعلت لان هي عرفت ان هو مشى. بتروح باريس تطمن على الطفل اللي في بطن كين، وكين بتسألها انا ايه هيحصل فيا لما الطفل يتولد. قالت لها باريس هيقتلوكي طبعا. راحت كين مطلعه خنجر صغير وقتلت باريس. فاكرين بقى اوردمان ابن جرمجيل اخر مرة شفناه لما ايدو فوس ساب معاه الحراسة بتاعته؟ بنشوفهم الاتنين مع بعض وبيجربوا قنابل علشان يستعملوها في الحرب، وبيخلص الموسم التاني على كده. انتظرونا
انتظرونا في الموسم الثالث، هينزل قريب ان شاء الله. وطبعا مش هوصيك تقولي رأيك في التعليقات، وطبعا لو ما عملتش لايك واشتراك في القناة اشترك. ما تنساش تتابع صفحة الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناة اسرع فيلم، منتظر رأيكم في التعليقات. مع السلامة.